في لقاء مثير للجدل في برنامج الحكاية مع عمرو أديب، استضاف الدكتور سعد الدين الهلالي، وكان نقاشهم عن رأي دكتور زاهي حواس، إن هو بيقول إن مفيش أي حاجة في الآثار أو في البرديات أو في الحفائر بتقول إن في أنبياء نزلوا في مصر. لا يوجد ذكر لا اسم سيدنا موسى ولا سيدنا إبراهيم ولا سيدنا يوسف في الآثار المصرية، وإن حتى مفيش إثبات على خروج سيدنا موسى ببني إسرائيل. الآثار يعني هي الحاجات دي كلها موجودة أو مثبتة دينيا، لكن مش مثبتة أثريا. ده طبعا في رأي إيه؟ في رأي دكتور زي حواس. رد الدكتور سعد الدين الهلالي وقال إن الاكتشافات الأثرية لم تحسم الموضوع ده بعد، وإن إحنا يعني اللي اكتشفناه حوالي 30%، وإن باقي 70% لسه لم يتم اكتشافه. فهم على أمل بقى إيه؟ إن الاكتشافات الأثرية اللي هي 70% اللي لسه ما اكتشفتش إنها إيه؟ تثبت الموضوع ده. هو بمعنى أصح بيلتمس العذر لدكتور زي حواس في اللي هو بيقوله، يعني متاخد على معنى تاني غير اللي فهم بيه، وبيقول ان دي محاولة لإيقاع فتنة بين العلم والدين، ان اوروبا فشلت في الصلح ما بين العلم والدين، وان هم فصلوا العلم تماما عن الكنيسة، وان الكنيسة ركزوها في الفاتيكان وخلوها يعني ليها مهام محددة. دكتور سعد، هم ليه اصلا فشلوا في الصلح ما بين العلم والدين؟ المرجع بتاعهم الديني اصلا سليم؟ احنا عارفين كويس جدا ان المرجع الديني بتاعهم محرف. ثانيا، الغرب عموما بيؤمنوا بالماديات، هما ملهمش في جو الروحانيات والغيبيات اللي عندنا احنا كمسلمين او مؤمنين. هما بيؤمنوا بدليل المادي، عشان كده قرروا ان هما يعزلوا او يفصلوا ما بين الكنيسة وما بين الدولة. بصراحة الحلقة دي يعني كان فيها حاجة غريبة. الموضوع كان كله فيه تشكيك وفيه مش عارفة، انتوا لو شفتوها هتحسوا. عمرو أديب بقى بيسأل دكتور سعد الدين، بيقول له طب بالنسبة لسيدنا موسى عليه السلام، تاريخيا القصة بتاعته زي ما هي حصلت في القرآن، ولا هل تاريخيا القصة فيها تعديلات لو هي يعني بعيدة عن القرآن؟ حادث شق البحر مثلا، خروج بني إسرائيل. انه عايز يقول له ايه؟ هل في دليل مادي مثلا بيقول ان القصة بتاعت سيدنا موسى بخلاف اللي ذكرت في القرآن؟ ان احنا مش مرجعنا الاساسي هو القرآن الكريم اللي بنعتمد عليه، واللي هو ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا. وكأننا لو وجدنا دليل مادي مثلا مختلف عن قصة القرآن الكريم، هنصدق الدليل المادي على حساب القرآن الكريم. انت عايز توصل كده يا استاذ عمرو؟ رد عليه الدكتور سعد الدين وقال له ان الملحدين بيؤمنوا بالطبيعة، ما بيؤمنوش بحاجة اسمها وحي أو غيبيات. إن الوحي والغيبيات دي بيؤمن بيها المؤمنين أو المسلمين بس. ضرب مثل بآيتين، آية في سورة هود وآية في سورة آل عمران. الآية في سورة هود اللي هي بتقول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. والآية اللي في سورة آل عمران ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. كمؤمنين بنؤمن بالغيبيات دي، وبنؤمن بكل اللي جاء في كتاب ربنا عز وجل حتى لو احنا ما شفناهوش بعينينا، لان احنا مصدقين كتاب ربنا وهو ده المرجع بتاعنا. الملحدين بقى نحاول ان احنا نقنعهم ازاي؟ دخل بقى على الخط ساعتها الدكتور زي حواس علشان يوضح وجهة نظره اكتر. الدكتور زي حواس في بداية المكالمة قال انا مسلم، وانا بؤمن باللي جاء في القرآن وفي الكتب السماوية الاخرى. ان سيدنا ابراهيم وسيدنا يوسف وسيدنا موسى جم مصر، سيدنا موسى بعد كده خرج ببني اسرائيل من مصر، ده مذكور في القرآن الكريم. بيقول في الآثار المصرية مفيش ذكر للأنبياء خالص. طب ليه بقى من وجهة نظره هو؟ قال إن المصري القديم الملك علشان يبقى إله لازم يبني مقبرة لنفسه، معابد علشان يتعبد فيها للآلهة ولنفسه، لتقديم القرابين ولتوحيد مصر العليا والسفلى. هو بيقول إيه؟ هو ده البرنامج اللي حطه الفراعنة لنفسهم، وما ينفعش في ظل وجود البرنامج ده اللي هو برنامج الآلهة والقرابين والكلام ده، ما ينفعش وجود أنبياء في ظل هذا الجو. يعني إزاي أنبياء هيبقوا موجودين في جو فيه وثنية وتعددية وآلهة وحاجات زي كده؟ حضرتك يا دكتور زاهي بتنسف تماما إن الحضارة المصرية القديمة اللي هي أصلا مش حضارة فراعنة، هي الحضارة المصرية القديمة ما كانتش أصلا حضارة تعددية ولا وثنية. امال بذكر القرآن الكريم يعني لما سيدنا موسى وسيدنا يوسف وسيدنا إبراهيم وسيدنا إدريس وآل يعقوب لما كل دول نزلوا مصر، ازاي بقى دول بذكر القرآن الكريم ازاي دول يكونوا موجودين في بيئة فيها الوثنية اللي حضرتك بتوصفها دي؟ ازاي؟ هو بيقول بقى ايه؟ مفيش دليل في الآثار المصرية على وجود الأنبياء، لكن هي موجودة في الكتب السماوية فقط. دكتور زي طالع يقول ايه؟ طالع بيقول ان الصحف الإسرائيلية هجمته علشان قالوا ان هو بيهاجم التوراة. عمرو أديب سأله سؤال خبيث شوية،
يعني حادثة زي حادثة شق البحر وغرق فرعون وجنوده وخروج بني إسرائيل من مصر، سيدنا موسى لربنا عز وجل والوصايا العشر والكلام ده كله، معقول حاجات زي كده ما تكونش مثبتة يعني في الحضارة المصرية القديمة؟ معقولة أي ملك أو أي حد حتى من اللي جم بعد كده يكون سجلها مثلا؟ فرد الدكتور زاهي وقال له لا يمكن تسجيل ده في برنامج الملك اللي مات أو برنامج الملك اللي هيجي بعده، لأن ده ضد طبيعة الفرعون. الفرعون لازم ينتصر علشان يبقى إله. كده بقى احنا لو هنمشي وفقا لمنطق الدكتور زاهي، يبقى حادثة زي حادثة خروج بني إسرائيل من مصر ما حصلتش. احنا مش بناخد القرآن الكريم كمرجع. خطورة الكلام. كمل بقى الدكتور زاهي حواس وقال هما في الكتب السماوية خرجوا، لكن أثريا لسه ما فيش أي حاجة، ولا لوحة ولا دليل ولا إثبات ولا بردية على واقعة الخروج بتاعت بني إسرائيل من مصر. دكتور زاهي حضرتك أكيد عارف الواقعة بتاعت هوارد كارتر لما حصلت مشكلة وحصلت خلاف ما بينه وبين الحكومة المصرية ساعتها، وان هم وقفوا له اعمال التنقيب عشان هم حسوا ان هم خلاص يعني بيسرق الاثار بتاعتنا، هو هدفه ان هو يسرق المقبرة. وقفوه الاعمال بتاعة التنقيب، فساعتها هو راح للقنصل البريطاني وهدده وقال له لو انتوا ما سمحتوليش تاني ان انا اكمل في اعمال التنقيب انا هظهر البرديات اللي عندي اللي فيها برديات بتتكلم عن خروج بني اسرائيل من مصر. ولما اتحل الموضوع بعد كده رجع في كلامه وقال ايه؟ قال دي كانت لفائف كتانية. بصراحة ما عنديش رد غير الرد اللي قاله الباحث المصري رامي نبيل البرزخ، ان تاريخ مصر اتبدل بملابس داخلية. دلوقتي دكتور زاهي ودكتور سعد وعمرو أديب منتظرين ان يحصل كشف اثري عظيم كمان 500-600 سنة، ان هم يكتشفوا الحاجات المذكورة في القرآن الكريم. في حين ان عندنا سبحان الله يعني باحث مصري عمل بحث وموثق تاريخيا واثريا ودينيا وموافق للقران الكريم والسنه النبويه الصحيحه باثبات وجود الانبياء في مصر. ما وصلكوش فكره عن موضوع البحث بتاع قناه البرزخ؟ ما وصلكوش خالص فكره عن الموضوع ده خالص؟ وهو اثبت ان الانبياء وخصوصا انبياء الاسره 18 هم المذكورين في القران الكريم. يعني هو اثبت ان تحتمس الاول هو سيدنا داوود عليه السلام، تحتمس الثالث هو سيدنا سليمان عليه السلام، منحتب الاول هو طالوت، وان اخناتون ونفرتيتي هما آل عمران، إن إخناتون هو عمران ونفرتيتي هي زوجة عمران المذكورة في القرآن الكريم. إن مدينة تل العمارنة دي تنسب إلى إخناتون اللي هو عمران، اللي هو نقل العاصمة من طيبة اللي هي أمون لتل العمارنة خلاها أتون تحت أتون. وإن مرة أتون هي بنت إخناتون اللي هي سيدة مريم العذراء، اللي كفلها هو سمنخ كارع اللي هو سيدنا زكريا، وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ان سمنخ كارع او سيدنا زكريا جاب مين بقى؟ جاب سيدنا يحيى اللي هو توت عنخ امون. ما وصلكوش حاجه خالص عن البحث ده؟ هل انتوا بس منتظرين كمان 500 سنه عشان بس يجي واحد مش مصري، يجي واحد اجنبي عشان تصدقوه؟ بدعوا اي حد عنده عقل ان هو يشوف قناه البرزخ ويشوف الاثباتات والادله اللي فيها، علشان هي كل اثباتاتها عقليه ومنطقيه ومطابقه للقران الكريم والسنه والاثار.